السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد على قناة يوميات اماني السيد. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وباحسن صحة واحسن حال. يلا نعمل مع بعض الاكله الحلوه القمر دي. اكتر اكله جوزي بيحبها من ايدي. هو الحمد لله يعني بحب اكل كله، بس هو اصلا عامه جوزي من عشاق البطاطس، فبيحب صينيه البطاطس جدا وبيحب البطاطس بكل انواعها. المهم، جبت هنا بصلايه، فلفلايه رومي، نص فلفلايه حمراء ونص فلفلايه صفرا، ولو مفيش براحتك يعني ممكن بصلايه بس تكفي. بس كل ما بتكتري خضروات القيمه الغذائيه بتكون اكتر. تمام. حطينا رشه ملح، رشه فلفل اسمر، دعكتهم كويس جدا بايدي، وطبعا ايدينا انضف من الجلافزات، احنا بنغسل ايدينا 6000 الف مره في اليوم. هنا ديت حوالي نص كيلو طماطم، انا ضربتهم في الكبه بس مش ضرب ناعم، يعني مش في الخلاط عصير، لا انا عايزاه محبب كده. حطيت ملح، فلفل، 7 بهارات، ومن كل حاجه يعني معلقه صغيره، وخدوا بالكم من الملح عشان احنا بنملح على اجزاء، وشويه بهارات فراخ، ومعلقه صغيره كزبره، ومعلقه صغيره مرقه فراخ، مرقه فوريه فراخ يعني باودر يعني. وهميكس كل المكونات دي كده مع بعض. وفي الخلاط انا كنت حاطه نص معلقه توم، يعني معلقه صغيره توم مهروس، ضربتها مع الطماطم، ومعلقتين صلصه من هي معلقه الاكل دي مع الطماطم وانا بضربها. هنا كنت مقطعه 4 بطاطسيات متوسطين، وجزرايه كبيره كده، برضو قيمه غذائيه حلوه جدا. وخدوا بالكم احنا في امتحانات، كل ما بنكون يعني بنكتر خضروات وبنعمل اكلات صحيه للولاد هما بيتغذوا افضل طبعا. هنا معايا اوراق فراخ انا متبلاها بصلايه، طماطمايه بشراهم، ملح وفلفل، سنه قرفه عشان ريحه الفراخ تبقى حلوه، ومتبلها من الاول. فحطيتها هي كده على الفراخ، على البطاطس، على يعني مكونات البطاطس انا حطاها. هبتدي انزل بالطماطم، لان بصوا الطماطم مضروبه ازاي، فيها قطع، انتوا فاهمين انا قصدي ايه. هو انا عايزاها كده، مش عايزاها تبقى مضروبه عصير في الخلاط، انا حباها يبقى فيها قطع طماطم كده. طبعا لو يعني قشر الطماطم يعني المرضى القولون وكده هيتعبك، ممكن تشيلي. معلش يا بنات عن الصوت اللي حصل ده، ابني نايم يعني وبيحلم وكده. انا اصلا عشان اسجل لكم الفيديوهات والحاجات دي، بس انا بعد الولاد خالص ما تنام عشان ابقى عارفه قاعده اركز انا بعمل ايه. فمعلش يعني على عطل الفن ده. معلقه سمنه بلدي حلوه بقى، وعلى وش كده بتدي تحميره وحرمشه وطعم خطير، تحفه. التركية دي طبعا مش عايزه سمنه وعايزاها هيلسي كده وتمام، ممكن معلقتين زيت من فوق بس عشان يدوكي تحميره كده للفراخ حلوه. تمام. ابتدي بقى اغطيها بورق فويل، وممكن ما تغطيهاش وتدخليها عادي، بس انا كنت مستعجله، والورق الفويل بيسرع التسويه اسرع يعني، فما كنت مستعجله والولاد قربوا يجوا كده وعايزه احضر الغدا. حطيت ورق الفويل، هدخله في الرف يعني تحت شويه قبل يعني اللي هو اخر رف خالص، على درجه حراره 200 اول نص ساعه، وبعد كده هرفعها في النص واسيب الفرن شغال عادي. بصوا الفراخ مستويه وبيضه وتحفه ازاي، ودايبه دوب، والبطاطس دايبه، كل الخضار دايب، والميه على فكره الصوص اللي نازل دي كل الخضروات، انا ما حطيتش ميه. وده كان فيديو النهارده، اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه.